عمر بيلعبها حلو قوي ناحيه الشمال، عدى فات ادي انطلاقه. ده مش ميسي، ده عمر سيد معوض، لاعب الاهلي اللي كان من فتره قريب جدا من الانتقال لبرشلونه. من الفرق اللي شافته كانت مهتمه بيه جدا برشلونه في دوره دبي. طبعا حته شمال كده احرف من ابوه، طبعا سيد معوض ما كانش ليه فيها هداف خالص. بطوله زد الوديه ورجل المباراه النهائيه ومرشح للانتقال لنادي فاينورد بطل الكره الهولنديه. لعيب سنه صغير، بتتكلم في 17 سنه، وبيلعب جناح يمين وجناح شمال ورقم 10، حاجه كده نفس موهبه ومهارات وامكانيات ابوه. واللي ما يعرفش امكانيات ابوه يتفرج على ماتش مصر والبرازيل. عاودني من الاول، تعرف كوره ولا ما تعرفش؟ وما شاء الله كمان بيتفوق على ابوه في بعض الحاجات، زي مثلا ان هو بدنيا حاجه كويسه جدا ومهتم بنفسه وبان هو يكون لائق بشكل كبير. عمر سيد معوض بدايته كانت مع نادي وادي دجله، وشافه بالصدفه كابتن امين عرابي مدرب ناشئين الاهلي، اللي وقتها اصر ان اللاعب ده ينضم للاهلي من قبل ما يعرف ان ابوه سيد معوض. بعدها انضم عمر للاهلي وهو عمره بس 9 سنين، وما شاء الله قدم اداء رائع وبارع ومميز. حرفيا كان بيعمل كل حاجه، مهاري، لعيب سريع، عنده شخصيه وجريء وبيروح واحد على واحد، وبيقدر ان هو يعدي بمنتهى المهاره. لعب مع كل الفرق السنيه وانضم لمنتخب مصر وقدم مستوى عظيم جدا، وكان كمان كابتن المنتخب. وفي احدى البطولات الوديه اللي اتلعبت في الامارات واللي شارك فيها الاهلي وبرشلونه، مدرب برشلونه اعجب جدا بعمر وطلب منه يروح يعمل معاهم فتره معايشه، ولكن الامور ما مشيتش. بعدها بيستقر عمر مع الاهلي وبيقدر ان هو يستغل اي فرصه تجيله عشان يظهر نفسه. اي بطوله مع المنتخب بيكون هو النجم الاول للفريق، زي بطوله كاس العرب للناشئين كان هو اكتر لاعب سجل اهداف وكمان اكتر لاعب صنع، وصناعه تختلف عن الاخرين. يعني بص الاوفر ده، منتخب مصر تدرج سليم بالكره من عناصر المنتخب المصري، عرضيه داخل منطقه الجزاء يا حبيبي. وزي كمان بطوله زد الوديه اللي شارك فيها مع النادي الاهلي، واللي قدر يخطف الاضواء ويظهر بشكل كبير ويقدم مستوى مميز، وقدر انه يفوز بهداف البطوله وبرجل المباراه النهائيه. عمر حاليا في اخبار عنه ان نادي فاينورد بيتواصل معاه وحابب يضمه، وفي اخبار برضو ان هو هيتصعد مع الاهلي للفريق الاول، ولكن بعد الكام مباراه الجايه. ولو هتسالني بقى عن رايي فهقول لك ان شايف ان هو المفروض يتصعد في اقرب وقت، وكمان ياخد فرصه، لانه ممكن يكون حل هجومي مميز بالنسبه لنا. وفكره ان هو 17 سنه فهو مش صغير ولا حاجه، هو ده اصلا السن اللي المفروض اللاعب يشارك فيه مع الفريق الاول، وده اللي فعلا بيحصل في كل فرق العالم. اللاعب بيشارك وهو 16 17 سنه وبيثبت نفسه وبيكون نجم كبير وهو على 20. ما تنساش انت كمان تقول لي رايك وشايف عمر معوض ازاي، وايه رايك فيه ووجهه نظرك عنه. وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وفولو، واشوفك في فيديو جديد.